السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا جماعة النهاردة بشغل جديد في مكان جديد بتنفيذ جديد بتنفيذ عنبر حمام مغلق من تنفيذ أخوكم خالد الفخراني لبناء أبراج الحمام وعنابر الحمام في مصر. النهاردة زي حضراتكم ما انتم شايفين بنتكلم عن مساحة عنبر إجمالي تتخطى 150 متر. هنراها لحضراتكم بالتفصيل. هذا الباب لسه احنا داخلين اهو. العنبر ده اجمالي العرض 12 في 12 تقريبا. لسه احنا بنشتغل. هذا اول باكية من الشغل. شغلنا متحبك. الفخار ده يا جماعة كبير جدا. الفخار اهو 25 سنتي. تمام ما شاء الله. جائز ان يشيل الحمام البلدي والحمام الاحجام باختلاف احجامه باذن الله تعالى. الشغل ده احنا لسه مخلصينه النهارده اول يوم تنفيذ اخوكم خالد الفخراني. تمام لبناء ابراج الحمام. النهارده احنا عاوز نشرح بطريقه كويسه الشغل بتاعي. النهارده انا نفذت الجدار ده ولسه فيه كمان جدار هيطلع من هنا لحد هناك كده على بعد البرميل، وكمان جدار زي ده هيكون بارتفاع 2 متر ونص. تمام طبعا هنسيب فتحات بين كل باكية وباكية. اخر شغل النهارده يا جماعة من ناحية التحبيك، يعني ده اتحبك تمام، اما ده لسه ما اتحبكش. واضح لحضراتكم في الصور. دي المونة الخرط اللي احنا شغالين بيه، الشرب اللي احنا شغالين بيه، الطرة اللي احنا شغالين بيه. انا بنقول الترابة من ارض سمرة علشان بيختلف اسمه من مكان لمكان. تمام اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة العنبر ده بإذن الله هيكون عدد إجمالي في حدود 3000 جدوس كبير. 3000 جدوس كبير ده هم جاهزين ان يشيل عدد حمام 1500 جوز حمام. 1500 جوز حمام ليه؟ لان كل جوز حمام بياخد فخارتين. كل جوز حمام بياخد فخارتين. تمام ليه بياخد فخارتين؟ جوز الحمام بيفقس في عين وبيبيض في العين التانية. تمام هذا الشغل اهو بتاع النهارده لحد لما بيكون بطن الجيب. خليك يا طارق معايا كده بعد اذنك. تمام انا عايز نشرح برضو بطريقه مختصره ازاي دورة الانتاج بتاعه الحمام. معايا يا استاذ طارق. النهارده لو انا عندي 100 جوز حمام، ال 100 جوز حمام النهارده سعرهم باكلهم. جوز الحمام في اليوم بياكل في حوالي من 80 ل 90 جرام، يعني بنتكلم في اليوم من 80 جرام ل 100 جرام في اليوم. هنفترض النسبة الأكبر 100 جرام في اليوم. سعر الكلفة النهاردة أو سعر كيلو العلف النهاردة المتوسط 5 جنيه. يعني أنا النهاردة ال 100 جوز حمام بياكلوا في اليوم في حدود لو كلنا 100 بنتكلم في 10 كيلو في اليوم. ال10 كيلو في اليوم ده هم عاملين 50 جنيه يوميا. 100 جوز حمام هياكلوا ب 50 جنيه يوميا اكل. لو حسبنا انتاجهم او نتيجهم ازاي، لو ال 100 جوز حمام هياكلوا ب 50 جنيه في اليوم لمدة 40 يوم اللي هي مدة دورة انتاج البطن الواحدة، يعني انا بنتكلم 50 في 40 يوم ب 2000 جنيه. ده كل المصاريف اللي احنا صرفناها. تمام لو حسبنا الناتج بتاعهم، لو عندنا 100 جوز دول بينتجوني بس كل 40 يوم 80 جوز حمام. ال 80 جوز حمام على نسبة كام؟ احنا حسبنا على نسبة 80% باعتبار ان في حمام باظ، حمام مات، بيضة باظت، لسه جوز ما طلعش. على هذا المثال يعني يبقى انا بنتكلم انا عندي ناتج 80 جوز حمام. لو هنبيع الجوز الحمام النهارده البلدي ب 40 جنيه، ده متوسط سعره هنا في مصر على فكرة حاليا. بنتكلم 80 في 40 3200. لو شلنا منهم الأكل
اللي هو ال 2000 جنيه، يبقى انا بنتكلم في 1200 جنيه غير السبله بتاعت الحمام. يبقى انا بنتكلم في صافي ربح 1200 جنيه في 40 يوم. ده العدد 100 جوز حمام فقط لا غير. طبعا مع العلم ان انا بيكون لو كان عندي عدد اكتر من كده 500 جوز 1000 جوز 1500 جوز الزياده بتزيد معايا. كذلك السبله بتاعت الحمام اللي هي المخلفات بتزيد معايا. ده بنحتاجها في الزراعه. كله النهارده عامل 3 جنيه ونص. دي طريقه مبسطه ومختصره لدراسه الجدوى. تمام. في تحصينات بنزودها زي الكالسيمات، الفيتامينات، الكالسيوم، الصدف، الاملاح، التمليحه، التحديق اللي هي فاكهه الحمام. دي كل ده حاجات وحاجات بتساعد على زياده الانتاج. حلوه خالص يعني. بس اللي انا بنتكلم فيه النهارده ومهتم بيه النهارده ان شاء الله ليكم فيديو جديد عندي بخصوص العنبر ده بعد ما يخلص. عنبر ما شاء الله هيعجبكم وهينال اعجابكم زي ما احنا معودينكم بشغلنا المتميز اللي بنستفرد بيه عن غيرنا الحمد لله رب العالمين. وبننفذ في مصر وكل محافظات مصر. تليفون 010 6910 41 96. معاكم اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام. شاكر للمتابعة ونتمنى نكون عند حسن ظنكم دايما ومن جديد لجديد في مكان جديد بإذن الله كل يوم. يا رب نكون معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.